السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس وتدوسي على الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك إشعار بيه. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. النهاردة جاية لكم بملابس العيد، فتعالوا يلا كده شجعوني وخدوا فكرة على الملابس اللي أنا جايباها. ونبدأ الأول بملابس الصبيان او بالفستان اللي قدامي ده فستان بنت الصغيرة عمرها 4 سنوات. زي ما انتوا شايفين كده جبته من فوق جلد لان طبعا لسه فيه برد، ومن تحت فستان عادي وجايبه لها استرتش كده لونه اسمر. هتلبسه تحت الفستان كده، والفستان من تحت اصلا هو قط، يعني الجاكيت الجلد ده الفستان اللي تحتيه قط، فينفع صيفي وينفع شتوي. وجاي معاه طبعا شنطة. فزي ما انتوا شايفين الفستان اهو، زي ما انتوا شايفين كده من فوق اسمر جلد ومن تحت لون سمني كده في خطوط سمرة. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي هو جاي لها لتحت الركبة على طول. وادي الشنطة اهي جميلة جدا والجلد بتاعها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وجايبه لها بقت معاه بوت لونه برضو اسمر علشان طبعا يمشي مع الجلد اللي فوق. هوريه لكم في اخر الفيديو، انا كنت ناسيه اصوره لكم بس لحقت نفسي في اخر لحظه. هوريه لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. وزي ما انتم شايفين ده بتاع ابني الكبير. فزي ما انتم شايفين كده عباره عن قميص وتحته تيشيرت بنص كم اهو يا حبايبي، هادي خالص وسيمبل وجميل جدا، رقيق خالص. وجايباله طبعا عليه بنطلون اسمر او اسود زي ما انتوا بتقولوا. فزي ما انتوا شايفين هو هادي خالص ما فيهوش اي شغل الا السوستتين اللي في الجناب دول، ودول عبارة عن منظر بس، يعني ما بتفتحوش ولا بيتقفل. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ده بتاع ابني الكبير. هنحطه كده على جنب ونشوف اللي بعده ايه. اهو هادي خالص. وزي ما انتوا شايفين كده ده التيشيرت التاني بتاع ابن الصغير، يعني يعتبر في رابعة ابتدائي. زي ما انتوا شايفين هو شتوي وبرضو شكله شيك وحلو جدا، بس ده تحته التيشيرت اللي تحته بكم، يعني شتوي شتوي وتقيل جدا. فمش عارفة بقى نظام العيد هيكون ايه، لسه مش عارفين الجو هيكون ازاي. لو كان الجو شتا شتا مش هلبسه القطعة اللي تحت وهلبسه قطعة بنص كم. فزي ما انتوا شايفين ده بسوستة وبرباط كده نازل من على الرقبة. وده اهو زيه بس ده صيفي. اهو يا حبايبي القطعة اللي تحت بنص كم وهو عبارة عن قميص وخفيف. انما القطعة اللي تحت ديت التيشيرت التاني ده شتوي، يعني شتوي تقيل، الخامة بتاعته تقيلة. وجبت لابني برضو الكبير القطعة ديت برضو لقيتها كده رخيصة وتمنها رخيص، وقلت اما اجيبها. الصراحة كانت ب200 جنيه. هي الاسعار كلها مولعة نار. الاسعار التيشيرتات اللي عدت واللي انا صورتها لكم ديت مولعة نار. هو ده اللي لقيته رخيص قلت اما اجيبه برضو مش هضيع الفرصة واجيبه. اهو ينفع ابني الشتوية الجاية باذن الله. برضو عبارة عن جيبين كده و السويرة كده من على الكم وسوستة وزنط. فتعالوا كده نكمل الفيديو وتحطوا لي اللايكات الجميلة بتاعتنا ونشوف بقية الحاجات. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي جبت بقى البنطلون ده للتيشيرت ده، قلت ده هيمشي معاه والاسمر برضه هيمشي معاه، بس قلت اجيب البنطلون ده لان ابني عنده بناطيل سمرة كتير سودة يعني. فزي ما انتوا شايفين جبت ده هيمشي مع اللون الرصاصي اللي فيه مربعات الرصاصي، وعنده البنطلون الاسود برضه يشكل فيه زي ما هو عايز. وجبت تاني للقميص التاني اللي فيه سوسة ده جبت له البنطلون الاسمر ده. زي ما انتوا شايفين اهو هعدله معاكم واوريه لكم. اهو ده للقميص بتاع ابن الكبير. زي ما انتوا شايفين كده بحاول برضو اوريكم المنظر عشان تقولوا لي رايكم ايه، وهل متناسقين مع بعض ولا ذوقي وحش. قولوا لي رايكم وقولوا لي انتوا جبتوا لبس العيد ولا لسه. يا ريت يا حبيبتي لو بتتفرجي على الفيديو يا ريت تحطي لي اللايك القمر بتاعك
وتدعي لي دعوة حلوة كده في الكومنتات، وتسيبي لي تعليق حلو كده منك، علشان اعرف طبعا ان الفيديو عجبكم واعرف ان انتوا بتتفرجوا عليا. فزي ما انتوا شايفين ده التيشيرت التاني بتاع ابني الكبير، وده البنطلون اللي انا جبته برضو. هو هيمشي عليه الاسمر، بس انا قلت اجيب له البنطلون ده برضو غيار. وطبعا ظبطتهم ليهم عند الخياط، عشان طبعا ما عادش في وقت على العيد. كل سنة وانتم طيبين. وجبت طبعا الكوتشي ده اللي فيه رصاصي ده للطقم اللي انتوا شايفينه ده، عشان طبعا يمشي مع البنطلون ويمشي مع التيشيرت، ابيض في رصاصي. زي ما انتوا شايفين لسه بكيسته طبعا ما فكتهاش عشان طبعا ما يتطربش. اهو يا حبايبي عبارة عن رباط ولزق. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، قولوا لي رأيكم ايه، وهل الكوتشي ماشي مع الطقم ولا لأ. اهو حطيته لكم برضو وراه عشان تاخدوا فكرة وتقولوا لي رأيكم. وجبت الكوتشي ده برضو جبته سادة علشان طبعا يمشي مع الطقم بتاع ابني اللي هو القميص والبنطلون الأسمر. جبت الكوتشي أبيض سادة عشان طبعا يمشي معاه، ما ينفعش أشكل فيه، لأن ما ينفعش أجيب فيه ألوان وأجيب فيه حاجات تانية. فانا جبته ساده عشان يمشي طبعا مع البنطلون الاسمر والتيشيرت، لان التيشيرت لو هيسيبه مفتوح هيكون التيشيرت الابيض اللي بنص الكم هو اللي باين. فزي ما انتم شايفين حطيته لكم برده فوق الطقم عشان تاخدوا فكره وتقولوا لي رايكم. زي ما انتم شايفين جبت لبنتي بقى الصغيره، جبت لها الطقم ده كغيار مع الفستان طبعا. الطقم ده كان عامل برضو 200 جنيه. اهو عبارة عن قميص كده وشورت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طبعا الطقم بتاع ابني القميص اللي انا قلت لكم عليه ده ب600 جنيه، والبنطلون ب300، والطقم الشتوي بتاع ابني التاني كان ب600 برضو، والبنطلون ب250. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. الطقم ده لقيته كده قصادي برضو، حسيت ان هو رخيص، قلت برضو اما اجيبه. جبت بقى البيجامة ديت. البيجامة ديت عاملة 200 جنيه، قلت اجيبها برضو غيار، هي خريفي يعني لا الصيف ولا الخريف. فزي ما انتم شايفين كده عجبني اللون ده قوي، وكنت جايبه لها واحدة تانية برضو لونها رصاصي هوريها لكم. فزي ما انتم شايفين كده دي لونها بينك كده او كشمير، والتانية لونها رصاصي كنت جايبها لها قبل دي، بس الصراحة لقيت دي احسن من اللي انا كنت جايبها. فزي ما انتم شايفين اهو دي الرصاص اللي انا كنت جايبها لها من اسبوعين كده، فقلت برضو اوريها لكم كغيار برضو في الصيف. اهو شكلهم حلو جدا، الواحدة ب200 جنيه. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بحاول برضو اوريكم عشان تاخدوا فكرة لو عندكم اطفال، لو عندكم اولاد سواء في الحضانة او في ابتدائي او في اعدادي. فزي ما انتم شايفين كده جبت لها برضو البنطلون ده، ناقص ان انا اجيب لها تيشيرت عليه فوقه كده، يكون تيشيرت برضو شيك كده ويمشي مع البنطلون، لان البنطلون من الموضة اللي طالعة اللي هي الضيقة شوية. فزي ما انتم شايفين كده جبت لها برضو البنطلون ده. البنطلون ده برضو يعني بيتي كده، وشكله جميل جدا، يعني ممكن برضو يمشي خروج بس على تيشيرتات معينة او بلوزات معينة. البنطلون ده كان عامل ب40 جنيه اللي هو اللي مخطط ده. فزي ما انتم شايفين عجبني، وقلت ان هو برضو رخيص، فقلت برضو اجيبه لها. جبت لها بقى غيارين داخليين عشان طبعا هي اللي عندها ادم شوية، فقلت اجيب لها غيارين. جبت لها الاولاني ده طبعا الفالينة بالبوكسر بتاعها، زي ما انتم شايفين اللون الفيروزي واللون البينك اهم. الخامة بتاعتهم جميلة جدا، والاتنين كانوا عاملين، الواحد كان عامل 40 جنيه بالشورت. جبت لي انا بقى السدال ده، سدال صلاة. انا كنت جايباه في رمضان بس كان عايز تظبيط، بس ما لحقتش اللي انا اروح واظبطه لانه واسع جدا ويطول عليا جدا، مش عارفة اسيبه كده ولا اغسله الاول. فقولوا لي في التعليقات اعمل ايه، ابله الاول ولا اوديه يتظبط. مش عارفة القماشة ديت هيحصل فيها ايه الصراحة، هتكش ولا ايه، بس باين في التطبيقة بتاعته وان هو متكسر، وحاسة ان هو ممكن يكش. فزي ما انتم شايفين كده هو هادي خالص وبسيط جدا،
والدراع بتاعه جميل جدا، والطرحة بتاعته كبيرة جدا جدا. انا كنت جايبه له رمضان بس ما حصلش يعني نصيب وظبطته. فزي ما انتم شايفين كده، تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده ايه، واوريكم انا جبت ايه تاني. جبت طبعا العباية ديت، وهي عباية بيتي كده عادية، ان انا برضو البسها في الصيف، اشتغل فيها، اعمل فيها اي حاجة بقى. زي ما انتم شايفين كده، دي المشتريات اللي انا جبتها. وتعالوا بقى توريكم الفترة بتاعة العيد. جبت نص الملبس ده، انا بحبه جدا، وجبت النص الطوف العادي ده لان برضو بنتي بتحبه. محدش باكل الملبس ده الا انا اللي بحبه وبجيبهولي. بحب اجيبه كده في العيد. وجبت برضو من الشوكولاتة السادة ديت اهي. طبعا الشوكولاتات كلها اسعارها غالية، وربنا يعين الجميع يا رب. فزي ما انتم شايفين، جبت برضو التشكيلة ديت، البسكوت التشكيلة ده اهو. جبت منه برضو الكيسة ديت تشكيلة، وجبت كمان برضو كيسة برضو نفس زيها بالظبط، بس ما فيهاش الحاجات التانية اللي هي الشوكولاتات السادة دي، كلها بسكوت. زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي. دي الفترة طبعا اللي انا جبتها، وطبعا جايبة ترمس وجايبة سوداني، بس ما حبيتش اللي انا اصوره. طبعا لسه السوداني عايز آلية وكده. ودي المشتريات اللي انا جبتها. هجيب لكم بقى الحاجات التانية اللي انا نسيت اصورها لكم. البوت بتاع بنتي والتوك والشبشب اللي انا جايباه لنفسي. فزي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، دي كل المشتريات اللي انا جبتها. يا ريت تقولوا لي في التعليقات ايه اكتر حاجه عجبتكم في المشتريات. وادي الشبشب اهو اللي انا بقول لكم عليه، عجبني كده فقلت اجيبه. وارض كمان، لان كل الشباشب اللي عندي عاليه بتقلب بيها. وادي البوت اللي انا جبته برضو لبنتي اهو، شكله جميل جدا، وهيمشي طبعا مع الفستان، لان الفستان طبعا النص اللي فوق جلد، فهيمشي مع طبعا الفستان. وادي التوك اللي انا جبتها اهي، بسيطة خالص وجميلة جدا، شيك برضو، هتمشي طبعا مع الفستان والأطقمة اللي انا جايباها. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. قولوا لي في التعليقات كده، البوت هيمشي مع الفستان ولا انا رأيي غلط؟ وقولوا لي ايه اكتر حاجة عجبتكم في اللطقومة ديت. وهنا بيكونوا وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك اشعار بيه. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.